يا مساء الورد والياسمين عليكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهارده كده تحفيزي وتشجيع كده. عندي انا السبتة دي جايباها ورميها في الدولاب. وطبعا زي ما انتوا شفتوا الرف بتاع التوابل، بصوا اللي هو أنا كل ما افتحه بحس ان في حد جوه بيشتمني، اللي هو اقفلها يا بت، اقفلها يا بت يا معفنه يا بت. ليه بقى؟ هو مش عارفانه والله، بس بتشتري بهارات كتير واحطها في اكياس، وساعات اروح راميها هنا وهنا وما اشوفش. عارفين انتوا في كده ايه اللي هو يعني فضى، قله فضى. فطبعا اكتئبت قوي من شكله، فقلت لا لازم اقوم وارتبه. حطيت جنبي كيسه زي ما انتوا شايفين اهوت، قلت الكيسه دي بقى للتوابل وعاديكوا بقى. لقيت توابل بقى مش يعني باظت. وعارفين انتوا التوابل لما بتقعد كتير كده بيبقى فيها تربي سوسه. دي شطه رحت رمياها، مع ان انا جايبه شطه جديده. طب ما انت عندك شطه. ده بقى يدل على ايه؟ ان لازم الست طول ما انت قاعده تفتشي في بيتك، تفتشي في تلاجتك. انا يمكن العاده دي مش فيا، يعني انا يمكن العاده دي. بصوا الشطه قد ايه، او يعني بص جبت لكم كميه شطه قد كده. طب ما انت عندك، طب ما تدوري. العاده ديت وحشه جدا. انا مشكلتي ان انا مثلا اجيب الحاجه واحطها خلاص بقى انا كده فله وتمام. طب ادور في القديم؟ لا، الحاجات اللي بدور فيها الحاجات اللي ايديا فيها. زي ايه؟ زي الكمون، زي الكزبره، الفلفل الاسود، الملح، الكاري، الكركم، بودره البصل، بودره الثوم. ده بس اللي انا ادور فيه. لكن مثلا ادور في الشطه لا، ادور مثلا في اليانسون لا، الجنزبيل لا، العرق سوس لا. انا عايزه اقول لكم ان انا لقيت عرق سوس، كيستين عرق سوس. يعني انا حاطه عرق سوس فين؟ في البرطمان. تمام. تمام عليا غلط، معليش غلط، بس انا كنت جايبه كيسين من فتح الله، عرق سوس وكبار ومش عارف ايه، وحطاهم ورا خالص في الرف. ببص عليهم لقيت في واحد كيس منهم محطوط عليه التيكت بتاعه والسعر بتاعه، فبيبقى التاريخ بتاعه موجود. لكم ان تتخيلوا ان انا لقيت الكيس مكتوب عليه 2021. يا خبر ابيض، ده بقاله 3 سنين. ايه ده؟ يعني 3 سنين انا مثلا انا اكيد نظفت وشلت وحطيت، وكل ما انضف اروح شايلاه وحطاه. يعني انا ليا الموضوع ده بصراحه كل فتره، يعني كل فتره، كل كام شهر اروح عامله موضوع الرف بتاع البهارات. اشيل بقى، بصوا اشيل الكياس بتاعه العرق سوس وارجعها تاني، مش هبص في الصلاحيه. اكيد من 21 العرق سوس ناقص له شويه يشتمني. فقلت لا بقى، طلعت بقى كده التوابل ديت برضو ديت. بصوا ده جنزبيل. كان الدود مش دود، كان في كده زي السوسه اللي هي السودا دي، رحت رمياه. برضو بجيبه واحطه واقول لا دي بهارات مش هتبوظ. لا، البهارات المفروض تتحط في التلاجة لو انت هتحفظيها فتره كبيره. لكن زي العرق سوس ده، انضف الرف واروح مرجعاه تاني، انضف الرف واروح مرجعه كيسه تاني. طب ما تبصي، ربنا خلقك بعين، عين عينتين اتنين، ما تبصي شوفي. لا انا مفيش، للاسف للاسف الطبع ده ملح ليمون كنت جايباه وحطاه في كيسه في التربو. فقلت لا، طب ما انا هو لقيت البرطمان بتاعه فاضي وبيقول لي احترمي نفسك وهاتي الكيس اللي في التربو ومليني، بدل ما ارمي نفسي على الارض واكسر نفسي. هنا دي بهارات لحمه باين ولا بهارات فراخ، بس برضو البهارات بدل آه، مسكت، يعني مسكت كده في تهزي البرطمان تلاقيها ماسكه، اعرفي ان البهارات ديت في سلامه ايه، في سلامه الله، خلاص يبقى تترمى. فصراحه الكيسه دي شالت كتير قوي قوي قوي. وكنت جايبه اعشاب تخسيس، اللي هي الاعشاب اللي تشربيها بعد الغدا مثلا، وتلاقي نفسك عايزه تعملي بيبي على الساعه 6 7، اسهال وقرف وحاجه نيله. يعني كنت تعبه نفسي وتعبه اعصابي بطريقه. دي بقى الاعشاب بتاعه التخسيس يا ولاد، فخلتها لا مش اعشاب تخسيس، اللي هي البذر الكتان والحاجات اللي انا بخبز بيها العيش. لقيت نفسي، بص هنا الكياس بتاعت عرق سوس اهي. يعني انا مش عارفه، يعني الكاميرا انا مش عارفه ما جاتش قوي اهي. ايوه، بص عماله ابص فيه يمين وشمال، اللي هو انت كويس. قال بحط من الكيسه في البرطمان، بعد ما حطيت ببص في التيكت لقيت 21. يا خبر ابيض، رحت راميه اللي في البرطمان وراميه الكيسه. بصوا بقى اللي هو لازم تدوري في بيتك، لازم تدوري. بصي ديت ورق لورا مطحون، جايباه بقالي قولي مثلا بقالي 3 سنين مثلا ولا 4، ومحطوط فوق. وعلى فكرة طعمه وحش جدا، يعني ورق اللورا المطحون لا وحش جدا. ده روزماري،
ده روزماري كان حلو وجميل، كنت لسه يعني جايباه برضو قريب، فلا حلو، روزماري جميل. ورق اللورا المطحون ده اسوأ حاجة في الدنيا. يعني انا عندي يعني يوميها لقيته قلت ايه ده جديد، ايه ده اللي هو الله، مش مثلا اشتري ب5 جنيه، لا رحت اشتريت كمية وحطيتها في البرطمان ورحت حطاه، منور منور، رايحة جاية شايفاه قدامي، رايحة جاية شايفاه قدامي. طب ما تشيليه، ما تشيليه، ما تخلي عندك دم وشيليه. طب ارميه. حطيته مرة في الاكل يا ولاد، طلع طعمه سيء جدا جدا جدا، من يوميها اتقرفت. قلت لا، طعم وحش. ورق اللورا مركز قوي، فانت لما بتحطي البودرة، البودرة بتبقى كتيرة غير لما تحطي ورقتين 3. ده انت ممكن تحطي 4 5 ورقات ما يبقاش الطعم اللي انا شفته ده، وبيسود الشوربة، وحش قوي. فرحت رمياه برضو. هنا بقى رصيت الايه البرطمانات اللي هي انا ببقى عايزه اجيبها على طول، اللي هي اللي على اليمين دي، اللي هي الكزبره والكمون والبابريكا والفلفل الاسود، دول خليتهم قريبين مني، والشطه والفلفل الاسود الحصى والبقيه البهارات اللي انتوا شفتوها دي. قلت اقسم كده يبقى يعني الاستندات دي او الحاجات دي تشيلها احسن من ان انا كل شويه. العيال طبعا رايحين جايين يهزوا في الحاجه، كانوا في الستاند بتاع التصوير كانوا تعبني. دي بقى بصوا، دي طقم، مش طقم بهارات، ده مش طقم بهارات ولا حاجة. ده علب بتاعة امتنان بتاعة النعناع. فهي تحسوا انها بهارات، في فتحة فيها مخرمة وفتحة مش مخرمة زي البهارات بالظبط. فانا غضبت على طقم البهارات اللي هو العمود ده يا ولاد، اللي هو اللي بيتركب في بعضه ده، هتشوفوه دلوقتي. قلت لا بقى، يبقى ومش غضب، بس الواحد ساعات بيحب يغير، يعني لازم تغيري. فجبت الورق بقى، انا ببقى جايبه ورق البهارات ده عندي ايه كذا شكل كده. بصوا اللي هو العمود ده سيء جدا على فكرة، سيء 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 جدا، وخرامه صغيرة. قعدت اخرم اسخن السكينة واوسع الخرام، برضو مفيش فايدة. اجي انزل لازم افتح الغطا واروح عاملة، طب وليه؟ فرحت قلت لا هغيره بقى، هشيله. فرحت بصوا جبت البهارات، جبت الطقم ده. انا بقى بصب البهارات بالقمع، بحط القمع كده في بتاعة البهارات واروح صباها، بحيث بقى ولا تطلع بره ولا تقع. الفلفل الاسود دلوقتي بقى اغلى من حياتي، والكمون بقى اغلى من عينيا، ما ينفعش انه يترمى. يعني الكمون ب 600 700 جنيه، احنا بنشتري الكمون من السنه للسنه، يتكب حبه على الرخامه هلحسه، هلحس الرخامه، هنزل بالرخامه على طول هلحسها واخلص اللي فيها، حرام. طقم البهارات ده بقى قلت هغسله بقى ايه. طبعا طلع لي كمية برطمانات قد كده بقى. فقلت مش هرميها البرطمانات الازاز دي، فرصة يا ولاد ان هي ايه تخلي لي فيها حاجة. فقلت هغسله، رحت واخداه رمياه، الاربع برطمانات الصغننين اللي هو العمود دوت البهارات، رحت رمياه. بس كده خلصت بقى الفيديو. قومي بقى يلا نظمي كده هو حاجتك، ودوري على حاجتك، ودوري على حاجتك البايظه، ما تسيبيش التلاجة، ما تسيبيش البهارات كده، دوري عليها وشوفيها. ويا رب الفيديو يكون عجبك، ما تنسيش تعملي لايك اهم حاجه وتشتركي. يلا اشوفك على خير، سلام عليكم.